اللي احنا اتكلمنا فيها ان اللعيبه المصريين ما عندهمش حد دلوقتي قدرات او ثقافات مختلفه جدا للتعامل معاها. في جون انطوي دايما بيلاقي نفسه ممر هجومي يقدر يخش منه، عمرو جمال بيلاقي نفسه وهو واحمد عبد الظاهر ممرات حركيه داخل ال 18 يقدر يوصلوا بيها المرمى. عصام الحضري الاثنين حراس المرمى متالقين تماما. اعتقد الاخطاء اللي موجوده في الملعب اخطاء مدربين وليست اخطاء اللعيبه اللي موجوده جوه الملعب. عمليه استغلال الهجمه الاخيره او اللمسه الاخيره فيها شيء من التسرع، فيها شيء من التوتر نتيجه قوه الخصم، دي عجيبه قوي. لعيبه الاهلي والاسماعيلي بيبقى عندهم قدرات ثقه في النفس اكتر من كده. حتى جون انطوي المهاجم المميز او حتى لوبيز اللي بلغتنا الدرجه ساعات بنقول رجليه طرشه، رجليه جامده قوي، عايز يشوط من اي حته، هو حاسس ان رجليه قويه عايز يشوط. حتى التحركات اللي بيعملها كليتشي غير مثمره. المنطقه دي حسام غالي وحسام عاشور عارفين يقفوا بشكل كويس. حسني عبد الرب اعتقد بيقدم شوط مختلف على كل اللي لعبه الفتره الاخيره، اداؤه مميز جدا. عمرو السوليه هو فعلا لاعب منتخب اصيل ملتزم متزن، عارف يقود كل هجمات المرتده لفرقه الاسماعيلي. اعتقد ان المباراه جميله جدا، اللعيبه بتقدم وجبه فنيه رائعه جدا، لكن الاثنين مدربين محتاجين يعملوا تغييرات كتيره جدا في رؤيتهم جوه المباراه، محتاجين يعملوا تعديلات لبعض اللعيبه جوه المباراه اذا ارادوا ان يبحثوا عن الفوز. بيبو يعني رغم سيطره الاهلي او استحواذه النسبي، لكنه فرص الاسماعيلي تحمل طابع الخطوره تماما. يعني فرصتين، فرصه اللي شفناها دلوقتي وفرصه شوقي السعيد اللي براسه قبل النهايه بدقائق، دي مهارات فرديه لعمرو جمال، تسديده باختراق فردي لاحمد عبد الظاهر. هل السيطره هي اللي هتكسب ولا الخطوره هي اللي تنتصر في الاخر؟ كابتن لو جبت ال 18 ده وال 18 ده وعملت خط بالطول كده هتلاقي اللعب كله في الحته دي. تمام. الطرفين بالنسبه للفرقتين مقفول عليهم، والغريب ان احنا ما حاولوش ان هم يوسعوا اللعب وحاولوا ان هم يروحوا على الطرفين، يعني ما فيش اي طرف من الفرقتين حاول ان هو يجي له مسانده ويلعب كله. حتى وليد سليمان بيروح داخل لجوه، تريزيجيه الناحيه الثانيه بيخش لجوه. اخطاء النادي الاهلي في الثلث الدفاعي وشفنا مستر جريدو جاب سعد سمير وقال له خلي بالك لان هم بيلعبوا العالي كويس والتحركات من ورا وراهم بشكل كويس جدا. التفوق الناحيه الثانيه طبعا لعمرو جمال في كل الكور العاليه وتحركاته هي دي يمكن اللي عامله تفوق شويه للنادي الاهلي. النادي الاسماعيلي النهارده بيلعب مباراه جيده جدا من الناحيه الدفاعيه، وشفناها بيضغط ازاي في نص الملعب وازاي بيتحول للناحيه الهجوميه. انما في الاخر النادي الاسماعيلي بيلعب كره غريبه عليه. النادي الاسماعيلي دايما متعود ان الاطراف بتاعته اقوى حاجه عنده، وهي اللي بتحل له كل المشاكل، وهي اللي بتحل له الزحمه بتاعت بس ما تنساش انه بينقصه مهاجم وكليتش. اكيد يا كابتن، اكيد كليتش. والحته كمان الحته كمان المشكله في النادي الاسماعيلي فعلا الاثنين الفرقه بتوع النادي الاسماعيلي كمان مش حالين للفرقه، يعني واقفين ومكتفين وقافلين الملعب، ورغم كده انا بلعب عليهم، ورغم كده بيحصل اخطاء من النادي الاهلي. طيب خالد توحيد، ازاي يتغير شكل الفرقتين الشوط الثاني؟ ده سؤال مهم جدا. يعني هل هيلجأوا مبكرا الى دكه البدلاء؟ هل هيتنبه ريكاردو انه كليتش عبء على الفريق وبالتالي حتى مأثر على تحركات انطوي؟ هل اعجبك اداء لوبيز؟ هل اداء الاثنين المهاجمين في النادي الاهلي او الثلاثي وليد سليمان مع احمد عبد الظاهر وعمرو جمال كان زي ما طلبوا جريدو؟ نقول مجموعه من الحقائق. المساحه المتاحه للعب هي منطقه الثلث الاوسط من الملعب. الناحيه دي في الدفاع غير متاحه، الناحيه دي في الدفاع غير متاحه. اللعب فقط في الثلث الاوسط، المساحات موجوده فيه. عشان كده ده يرد في جزء من السؤال على ليه ما سجلوش، لانه لا توجد مساحات عند خطي الدفاع في الجانبين. رهانات ريكاردو على 4 الثلاثه اللي احنا اتكلمنا عليهم، الثلاثه الاجانب كليتشي انطوي ولوبيز، الى جانب حسني عبد ربه. بيختلف التقسيمه في على حسب سير اللعب. احيانا 3 على خط واحد، احيانا بيبقوا 2-2 حسني عبد ربه ولوبيز والاثنين قدام كليتشي وانطوي. رهان ريكاردو كله على المجموعه دي. عشان كده ما اعتقدش انه سيلجا ريكاردو مع بدايه الشوط الثاني الى التغيير. قد يلجا جريدو الى التغيير في مين دي على حسب اللي هو مين. انت بتتفرج على الشوط الاولاني مين؟ على حسب اللي هو يكون محتاجه من الشوط الثاني من المباراه. شايف مين؟ يعني دكته بتقول ان عنده لا هو كابتن